بف بيستري بحشوة البطاطا، واحدة من أطيب وصفات رمضان يلا نعملها ونجهزها، ممكن كمان نحتفظ فيها بالفريزر. 3 حبات بطاطا متوسطين قشرتهم وسلقتهم في مي وملح، وبعدين بهرسهم فورا وهم سخنين. البطاطا إذا بردت بتصير مطاطية. بحط البهارات المكتوبة عندكم وبقلبها هيك مع البطاطا. بحط جبنة تشيدر وجبنة موزاريلا، بقلبهم كلهم سوا مع بعض وشوية بقدونس مفروم، وهيك صارت عندي الحشوة جاهزة. مش طبيعي شو إنها لذيذة. البف بيستري جاهزة، برش رشة طحين وبفردها لحتى هيك أقلل سماكتها، وكل شريحة بف بيستري بقطعها من النص لحتى تعمل لي حبتين. بحط الحشوة هيك على الطرف وبعدين بطبقها. أول إشي هيك بسكرها بإيدي، وبعدين عندي بالشوكة، إذا الشوكة كانت تلزق عندكم بس غطوها بشوية طحين. بعد ما هيك عندي أسكرها. هلأ رح أظبط عندي شكل الأطراف هيك. بس بقطعة البيتزا بشيل شوي هيك الأطراف المش مرتبة لحتى يطلع عندي شكلها مرتب وحلو. حطيتهم بصينية، رح أخبزهم بالفرن أو ممكن بالإير فراير. دهنتهم شوية حليب، حطيت على الوجه حبة البركة، وهدول حطيتهم على الصينية بس تجمدوا. رح أحطهم بكيس وخلص بحتفظ فيهم بالفريزر. هدول بعد ما طلعوا عندي من الفرن شكلهم بشهي، ضروري تجربوهم. صحتين وألف عافية.